بشكل سريع. هناك تحولات غير دستورية عرفتها دول الجوار الموريتاني، خاصة عندما نتكلم عن مالي، عن بوركينا فاسو، عن النيجر. ثم كذلك هناك امتداد قبائلي وإثني لمناطق الجنوب الموريتاني مع دول الساحل الإفريقي وجنوب الصحراء، خاصة مالي، النيجر، منطقة كابو ديلغادو، منطقة موبتي، منطقة ميناكا. وبالتالي أي تحول أو أي تأثير للإرهاب على موريتانيا قد يعصف بالمنطقة برباتها، زيادة على ذلك بأن موريتانيا كذلك هي تستفيد كذلك إلى حد ما من الرؤية المغربية لمحاربة الإرهاب، على اعتبار أن هناك تعاون استراتيجي كبير ما بين الرباط ونواكشوط على المستوى الاستخباراتي، على المستوى الأمني. وبالتالي موريتانيا إذا ما وصفناها فهي حالة فريدة من نوعها، أمنها واستقرارها من أمن دول الساحل الإفريقي وجنوب الصحراء. نعم. وأي انزلاق أو حل حالة المعادلات الأمنية في موريتانيا قد يدفع المنطقة برمتها إلى حالة لا يقين استراتيجي. نعم. وأعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية بمعية المملكة المغربية يعيان ويعرفان مدى أهمية موريتانيا كنقطة تحول استراتيجي وكمركز ثقل في محاربة الإرهاب على المستوى المنطقة برمتها، خاصة منطقة الساحل الإفريقي. وإن كانت موريتانيا تقف في منزلة بين المنزلتين بين مقاربة الرباط تجاه منطقة الساحل ومقاربة الجزائر. صحيح. دكتور حسني عبيدي، أرحب بك مجددا. في العام الماضي وقعت الولايات المتحدة اتفاقية أمنية مع الجزائر للتعاون في مجال محاربة الإرهاب. حتى اليوم لم تفعل هذه الاتفاقية، بينما يجري التعاون الأمريكي مع المغرب من خلال المناورات المشتركة وما إلى ذلك. هل تعثرت هذه الاتفاقية بسبب تباين المقاربات بين الجزائر وواشنطن تجاه الساحل كما يرى بعض المحللين، أم ثمة أسباب أخرى؟